هل سألت نفسك يوما لماذا لا ينتصر أصحاب القلوب الطيبة؟ لماذا يظل الذكي بعيدا عن الأضواء بينما يتقدم الوقح والمتلاعب للصفوف الأمامية؟ ألم تلاحظ أن هذا العالم لا يكافئ النوايا الحسنة بل يكافئ العقل البارد؟ هذا الكلام ليس للمثاليين ولا للحالمين، بل لمن سئموا التراجع وكبت قوتهم، لمن تعبوا من لعب دور الطرف الضعيف الذي يستغل دائما. هنا الحقيقة واضحة: النقاء وحده لا يكفي، بل الفهم العميق للعبة هو ما يصنع الفارق. أنت هنا لأنك بدأت ترى الصورة بوضوح. هناك لعبة خفية تدار، لعبة نفوذ وسلطة. أغلب الناس لا يعرفون قواعدها، ولذلك يخسرون المرة تلو الأخرى. في هذا الفيديو لن أبيع لك وهم التحفيز ولا شعارات التنمية البشرية، بل سأعطيك سلاحا حقيقيا: 7 قواعد ماكيافيلية مقتبسة من دهاليز القوة ومن عقول من يحركون هذا العالم من وراء الستار. قواعد قاسية لكنها فعالة، غير شعبية لكنها صادقة. إن كنت تريد أن تتحكم بدل أن تستغل، أن تسمع بدل أن تدهس، أن تظهر بدل أن تمحى، فهذا الفيديو خلق لك. لكن احذر، ما ستسمعه قد يغيرك للأبد. القاعدة الأولى: لا تكشف نواياك أبدا في عالم السلطة. الوضوح أخطر سلاح ضدك. حين تظهر نيتك تعطي خصومك خريطة كاملة لضربك. النية الصافية قد تريح قلبك لكنها تكشف ظهرك. الماكيافيلي لا يثرثر، بل يلف أهدافه بالغموض، ليس خوفا بل ذكاء، لأنه يعرف أن ما يفهم يمكن توقعه، وما يمكن توقعه يسهل تدميره. كن غامضا، فالناس يخافون ما لا يعرفونه ويبالغون في تقدير ما لا يفهمونه. القاعدة الثانية: اجعل الآخرين يعتمدون عليك. لا تبحث عن أن تكون محبوبا، بل أن تكون ضرورة. الحب يتغير لكن الحاجة لا تزول. امتلك مهارة نادرة أو معلومة لا غنى عنها أو حلا لا يعرفه سواك. حينها سيحمونك لا بدافع العاطفة، بل خوفا من سقوطهم معك. فكر كملك لا كعاشق. القاعدة الثالثة: تحكم في صورتك في لعبة النفوذ. الحقيقة لا تهم، ما يراه الناس هو ما يصدقونه، لذلك لا تترك صورتك للصدفة. الماكيافيلي يخلق قناعا يحميه، ليس ضعفا بل فهما أن الهيبة تزرع في عقول الآخرين. القوة ليست في الصوت العالي، بل في الصمت المدروس، في النظرة الثابتة، وفي الهالة التي تربك من يراك. القاعدة الرابعة: إذا ضربت فاضرب بقوة. قاضية المعارك النصفية تصنع أعداء أقوى. الضربة التي لا تسقط تعلم خصمك وتجعله يعود أشد خطورة. لا ترد لتؤدب بل لتنهي. ليس المطلوب العنف الجسدي بل الهيمنة النفسية. اجعل خصمك يشك في نفسه ويدرك أنك نقطة النهاية. القاعدة الخامسة: استخدم الناس لكن لا تثق بأحد في عالم المصالح. الولاء هش. الصديق قد يصبح عدوا، والمعجب قد يتحول إلى حاسد. الذكاء أن تستخدم الناس دون أن تسلمهم مفاتيحك. ابتسم وشارك، لكن احتفظ دائما بمسافة أمان. الثقة المطلقة طريق سريع إلى السقوط. القاعدة السادسة: تحدث أقل واستمع أكثر. الكلمات مثل الرصاص، إذا خرجت بلا تفكير قد تقتلك. الصمت فن قاتل، يربك خصومك ويجعلك ترى الصورة كاملة. الناس يكشفون أنفسهم حين يتكلمون كثيرا. كلما تحدثت أقل ازداد وزن كلماتك حين تنطق بها. القاعدة السابعة: أخف قوتك ودعهم يستهينون بك. القوة الحقيقية ليست في الاستعراض بل في المفاجأة. دعهم يظنون أنك ضعيف أو ساذج، بينما في الخفاء تخطط وتستعد. وحين تحين اللحظة يظهر وجهك الحقيقي كالصاعقة التي تغير كل شيء. النتيجة: إن أتقنت هذه القواعد لن تكون مجرد شخص ناجح، بل لغزا يصعب فهمه أو تكراره. ستخيف دون أن تصرخ، وتنتصر دون أن تخوض معركة. تذكر، هذا العالم لا يكافئ الطيبين ولا يمنح العدالة. لا يرفع الضعفاء بل يسحقهم. من يفرض احترامه هو فقط من يحترم، ومن يتقن فن السيطرة هو من يحكم اللعبة. الخيار لك الآن: إما أن تظل متفرجا أو أن تبدأ في تحريك الخيوط بنفسك.